السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة بقى فيديو جديد، هعمل معاكم النهاردة إن شاء الله الفسيخ بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة. معايا زي ما انتوا شايفين كده البوري، شايفين أنا بتوريكم. جبت كده 3 كيلو من البوري، طبعا لازم يكون طازة. لازم يكون البوري طازة علشان بيفرق طبعا في التخليل. معايا كده البوري بالشكل ده. طبعا شايفين بقى بالشكل ده كده السمكية تكون طازة ازاي، لما تكون راسها صغيرة كده بالشكل ده وتكون مبططة، بيكون ده طازة ويكون في حتت حمرا كده زي ما انتوا شايفينه، وكمان بتكون عينيها ملمعة مش بتكون مطفية. كل ده يعرفك ان السمكية دي طازة. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله. وطبعا بتفتحوا راس السمكية كده بتلاقوا الخياشيم حمرا، بتكون نضيفة وحلوة يعني. هو لازم نغسله بقى كويس كده تحت المية. معايا بقى الخلطة بتاعتنا النهاردة. طبعا ده ملح خشن، ولازم ملح خشن طبعا علشان ما يحدقش الفسيخ. وكمان 3 معالق صغيرين شطة، وما تقلقوش من الشطة يعني مش هتعمل اي حاجة. كده بعد ما السمك اتغسل وسيبناه لمدة ساعة اتصفى من المية، هنجيب بقى مناديل كده وننشفه، علشان طبعا لو في مية بيمرر الفسيخية لو سيبناه بميته. فاحنا بننشف كده يعني على قد ما نقدر. طبعا انا جابت المناديل كده وحطيتها في قلب الراس عشان يمتص سواء اي ميه او اي حاجه. ابدا انشف بقى كله بالشكل ده كده بالمناديل. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، ده بنعمله كده علشان ان شاء الله في العيد. كل سنه وانتم طيبين جميعا. يعني بقى كل الكميه كده اللي معانا بهذا الشكل. ننشف بق السمك كده كويس. يا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم، متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه. كده نشيل بقى المناديل منه. شايفين بقى المناديل اتبلت ازاي. بالشكل ده كده.
يا رب سبحانك. ان شاء الله لما يتحدى بقى هنشوفه مع بعض بإذن الله. هصور لكم فيديو بإذن الله وانا بفتحه ان شاء الله في العيد بقى، وكل سنة وانتم طيبين. شيلنا بقى كده كله، لسه واحدة بس تقريبا هي اللي فيها المناديل كده، خلاص تمام. نعمل لها بقى عملية مساج كده علشان تلاقوا الفسيخية كده ايه طرية، واللحم بتاعها يكون طري من جوه، ما يكونش ناشف بالشكل ده كده. بس خلي بالكم حد يتعور ولا حاجة وهو بيعمله. تمام كده ما شاء الله. كده عملنا بقى كله بكمية كده بالمساج. نبدأ بقى ندخل كده الخلطة بتاعتنا الحلوة دي، ندخلها في قلب بق السمكية كده الأول، وبعدين نملى برضو الراس. بالشكل ده كده. نعمل بقى كل كمية كده بالشكل ده. أنا جبتها لكم الناحية دي شوية علشان تعرفوا تشوفوها. أيوة كده. نملى بقى الراس كده كويس قوي. طريقة سهلة وبسيطة. الكيلو منه بيتباع ب400 جنيه برا. طب وليه؟ هنخليه في البيت بطريقة سهلة وسريعة، وما بياخدش أي وقت ولا أي حاجة خالص. جميل ما شاء الله. والكيلو تقريبا ب130. حلو يعني، سعره حلو. وطبعا الأول كان أرخص من كده، بس طبعا شايفين أسعار الفسيخ دلوقتي بقت عاملة ازاي. جربوا الطريقة دي وإن شاء الله تعجبكم، وهتعملوها على طول إن شاء الله. دي آخر واحدة كده معانا. كده عملنا بقى كله بالشكل ده. معايا كده بقية الخلطة بقى اللي باقية معايا، أحط عليها شوية من الزيت.
بالشكل ده كده، وابدأ اخد كل واحدة وامشيها كده عليها، اخد شوية من الخلطة بالزيت واحطهم عليها على السمكية نفسها علشان يتحدق معانا ان شاء الله كويس. والزيت برضو مهم، بيطر الفسيخية بيبقى حلو. نعمل كله بقى كده بهذا الشكل. كده تمام. نجيب بقى الاكياس بتاعتنا، نحط فيها شوية ملح على الشطة، الخلطة اللي عملناها مع بعض، وابدأ ارصه كده. طبعا بنخلي السمكية، يعني راسها واحدة راسها الجهة دي، وبعدين راسها الجهة التانية بقى راسها الجهة التانية بالشكل ده كده زي ما قلق عملت. ما شاء الله. كده حطينا كله في كيسة واحدة. نحط برضو شوية خلطة كده على الوش، واهم حاجة نقفلهم كويس ونطلع الهواء منه. ايوه كده. نحط في كيسة تانية، نخرج الهواء منه برضو ونربطه.